السلام عليكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، بس هو انت من الناس اللي بيحبوا يناموا والمروحة بتضرب في وشهم كده طول الليل؟ استنى بس، الموضوع مش بسيط زي ما انت متخيل. في أضرار بتحصل على جسمك دلوقتي، وفي أضرار تانية ممكن تظهر مع الوقت، وده اللي لازم تعرفه. أولاً، الأضرار اللي بتحصل مباشرة. أول حاجة جفاف الفم والأنف والحلق. الهواء اللي بيضرب فيك طول الليل بيخلي جسمك يفقد الرطوبة الطبيعية. تصحى تحس حلقك ناشف، مناخيرك مسدودة، وصوتك خشن. ده لأن المروحة بتشفط الرطوبة من جسمك حرفياً. تاني حاجة، آلام الرقبة والعضلات. لما المروحة تضرب في نفس المنطقة من جسمك لمدة ساعات، العضلات بتتشد. ممكن تصحى تلاقي نفسك مش قادر تحرك رقبتك أو كتفك وجعك، كأنك نايم في أتوبيس سفر. تالت حاجة، زيادة أعراض الحساسية. لو في تراب أو حبوب لقاح في الأوضة، المروحة هتطيرهم ناحية وشك مباشرة. ده ممكن يزود العطس، الزكام، الكحة، وضيق التنفس، خصوصا لو عندك ربو أو جيوب أنفية. وعلى فكرة، لحد دلوقتي الفيديو عجبك؟ ما تنساش تعمل لايك وتشترك لو لسه ما اشتركتش. نكمل. ثانياً، الأضرار على المدى البعيد. أول حاجة، ضعف المناعة تدريجياً. لما جسمك يتعرض لهواء بارد مباشر وانت نايم، بيضعف رد فعله الطبيعي للعدوى. يعني تبقى عرضة أكتر للبرد والفيروسات حتى في الصيف. تاني حاجة، التهابات مزمنة زي التهابات الجيوب الأنفية، الحلق، أو حتى الرئة. ومع الوقت الالتهابات دي ممكن تتحول لحاجة مزمنة تتعبك في أي وقت الجو يتغير فيه. تالت حاجة، مشاكل في النوم على المدى الطويل. بسبب حركة الهواء المستمرة، المخ بيفضل متيقظ حتى وانت نايم، يعني نومك مش عميق، وده بيأثر على تركيزك، حالتك النفسية، وحتى الهرمونات. طب والحل؟ شغل المروحة بس ما تخليش الهواء يضرب فيك مباشر. شغل تايمر يقفلها بعد ساعة أو 2، أو استخدم مروحة سقف أو تبريد خفيف متوزع مش مركز. ولو بتعاني من حساسية، خلي بالك أكتر ونظف المروحة دايما. الخلاصة، المروحة شكلها بريء، بس الاستخدام الغلط ليها ممكن يبوظ جسمك على المدى البعيد. خد بالك من جسمك وخلي نومك صحي وآمن.